السلام عليكم. العبودية الحديثة. اليوم بزاف الناس كيخلطوا بين العبودية الحديثة وبين الوظيفة، والعبودية الحديثة هي ماشي مرادف ديال الوظيفة. باش تكونوا فاهمين المسألة، كتشوفوا بزاف الناس كيكون مثلا كان موظف سهل عليه الله دار لاباس، كينوض كيبدا يبارطاجي في ستوريات في فيديوهات: انا كنت موظف، انا كنت عبد، انا كنت هادي، انا كنت هادي، دابا خديت حريتي وليت كندير داكشي اللي بغيت، كنمشي فين ما بغيت، كنشري اللي بغيت. الاخوان باش فهموا واحد المسألة هادي، ما عندهاش علاقة لا بالعبودية الحديثة لا بالوظيفة، لا من قريب لا من بعيد. المسألة ما فيها هو أنه كاين خلط بين جوج الأمور. الوظيفة هي مسألة نقية، مسألة نبيلة. واحد الإنسان كيمشي كيخدم، كيسعى على راسو، كيسعى على وليداتو، كيسعى على واحد العائلة، كيسعى على بزاف الأشياء زوينة. هذا ليس استعباد وليس ما يسمى بعبودية حديثة. فهمنا المسألة وما فيها، والفرق اللي كاين بين العبودية الحديثة وما بين الوظيفة. أن الوظيفة اعتبرها حاجة نبيلة وحاجة زوينة، ماشي عيب وماشي سميتو، بل بالعكس. بزاف الناس أقصى حلم ديالو أنه يكون موظف، وإلا كنتي انت موظف فهذاك راه حلم ديال بزاف الناس اخرين باغيين يوصلوا ليه. المسألة خاص فهمها. أما مسألة واحد كيجي كيقولك لا وليت مليونير، كنت عبد، كنت هادي في الوظيفة، فهذاك السيد خاطئ في التقدير ديالو الفهم ديال هاد المسألة هادي. المسألة ديال العبودية الحديثة ما مرتبطاش بهذه الطريقة هذه، ولا من قريب ولا من بعيد. علاش؟ غادي نعطيكم كيفاش كتوقع العبودية. العبودية هي انك تكون مثلا عندك واحد الوظيفة ولا عندك مهنة، عندك منها مثلا واحد الدخل ثابت تقريبا، ما عندكش كيفاش تطور هذاك الدخل ياك، ونطي انت شنو درتي؟ تورطتي ووليتي عبد. كيفاش تورطتي ووليتي عبد؟ هو انك كتمشي كتبقى كتشوف واحد صاحبك مشى خرج طوموبيل كريدي، بينما مثلا انت الا حسبتي لي شارج ديالك غتلقى مثلا ترونسبور كيقتل عليك مثلا، نقولوا مثلا واحد المبلغ ديال مثلا واحد 200 درهم في الشهر ولا 300 درهم في الشهر باش كتمشي للخدمه ديالك مثلا، او عندك ترونسبور ديال الخدمه اللي هو فابور. الوغ شفتي واحد صاحبك شرا طوموبيل ولا كيتحرك الطوموبيل ديالو، هذاك السيد مشى خدا كريدي من البنكه باش يمول هذيك السياره ديالو. من بعد ملي كتجي السياره كيولي كيتحيد ليه واحد الطرف من الصالير ديالو. هذاك الطرف من الصالير ديالو مكاينش كيفاش يريكيبيري يعوضو، لانه هو مرتبط بوظيفه وما عندوش الوقت فين غيمشي يخدم خدمه اخرى يعاون بها راسو. كتزاد عليه هذيك الطريطه قلنا كتولي كتحيد ليه من الصالير ديالو، كتولي كتخربق ليه الحسابات ديالو باش يعيش مع وليداتو ومع الاهل ديالو، ولا باش يعيش راسو، ولا المهم حسب ظروفه هو كيفاش داير. الوغ شنو كيقرر هذاك السيد؟ كيقرر انه من بعد ما حقق حلم ديال السياره كيولي كيسعى للحلم ديال المنزل. انا ماشي كنقول السياره والمنزل حلم، يعني بمعنى انه مشتهي واحد الحاجه كيتشهاها وكيحلم بها. فهمنا؟ ملي كيحقق هذيك المساله ديال السياره، يعني بالدين ولا بالكريدي من عند الناس ولا من البنكه ولا هذا، كيبدا كيسعى لحاجه اخرى. من بعد ما كتحيد هذيك المعزه ديال الطوموبيل وديال سميتو، كيولي كيقلب على مساله اخرى. خصني ابارتومون، دابا درت الطوموبيل خصني ابارتومون، الوغ اش غندير؟ غنمشي نتوجه للبنكه، غنزيد واحد الطريطه اخرى، غادي ندير غنقسم الصالير، غنتسقرام، غنسميتو. الوغ شنو كيوقع ليه؟ كيمشي كيتورط. الا كان الصالير ديالو يسمح بانه ياخذ كريدي اخر للسكن، كيزيد يتورط، كيبدا يفكر مثلا باغي يتزوج، او بيان ديجا هو مزوج وكاري، كيولي يفكر باش انه يدير دار ديالو، ندير كيما الناس، ندير انا دار ديالي وديك الهضره. اش كيوقع؟ كينوض كيتورط في كريدي اخر، او كيتسلف كما قلنا بعض الناس، او بزاف د الحوايج. ملي كيتورط في كريدي اخر كيتزاد المصاريف، الصالير ديالو كينقص بزاف، عنده طريطه الاولى للطوموبيل زائد المصاريف ديالها. طبيعه الحال الطوموبيل راه تحطها واقفه، راه عندها المصاريف ديالها واقفه، ما كتحركهاش، عندها مصاريف. هذه باش تكون عارف هذه المساله هذه، وراه بزاف الناس عارفين هادشي. ديجا كريدي ديال الطوموبيل زائد مصاريف ديال الطوموبيل كياكلوا لك من هذيك. اعتبر الخلصه ديالك هي بحال واحد البيتزا، فهمتي؟ قسمتيها، جيتي لقيتي مثلا واحد الربع كيمشي للطوموبيل، واحد قريبه للثلث كيمشي للمنزل للدار، يعني اللي شريتي، ولا لابارتمون. واخا تقول لي ابارتمون راه انفيستيسمون بعيد المدى وغادي تبقى ليا، ولكن سمح لي نقول لك بانك غدوز 20 عام انت مبهدل مع دار، وفي الاخر ممكن هذيك 20 عام ما ضامنش عمرك تموت، ممكن ما تستمتعش بها في النهار الاخر، ممكن انها تلقاك شرفتي، ممكن انها تجيك فرص اخرى باش انك تحسن حياتك، ولكن للاسف هذيك الرابطه اللي تربطتي مع البنك ما خلاتكش تاخذ خطوه اخرى باش تغير مثلا ولا تحسن المدخول ديالك.
باش نتفاهم. هنا فين كتبان مسألة العبودية اللي بغيت نوضح، هو أنه كتلحق كتورط، كتولي انت ما قادرش تصنع القرار ديالك من بعد. باش من بعد ما كتورط في هاد التوريطات هادو مثلا الكريدي ولا هذا، كتولي ما قادرش تاخذ قرار، ما قادرش تتحكم في حياتك من بعد. علاش؟ كيولي خاصك تمشي تخدم، يعني كتشوف ان 20 عام و 15 عام ما خاصكش توقف من الخدمه، ما خصهمش يجريو عليك لاي سبب كما كان، ما خاصكش توصل بك انه الصالير في الاخر الشهر ما يدوش. باش نتفاهم، ما تقدرش تتخيل هذه، ما تقدرش تحلم بها، كتجيك حلمه كتخلع، فهمتي؟ كتولي انت مرهون بواحد الصالير كيدوز في الاخر الشهر بيه باش كتفك الامور ديالك مع لابونك وبيا مع الناس اللي مسلف من عندهم، كتعطيهم كل واحد كتعطي شي بركه من داكشي اللي كيتسالك وغادي الامور. الور هنا فين كتبدا مساله العبوديه، كتولي انت عبد لهذيك الخدمه وعبد لهذاك البنك وعبد لهذاك السلف، تفهمنا؟ بينما تخيل هنا فين كتسمى اكسكلاف بصح، وليتي دابا طحتي في الفخ، وليتي عبد. علاش؟ تخيل معايا لو انك ما مونجاجيش في هادشي كامل، تخيل معايا لو انك طردوك من الخدمه، يعني تخيل انت هزات الكريديات كاملين طردتي من الخدمه، وبيا انت ما هز حتى ريال كاري مثلا وطردتي من الخدمه. فين هي الحاله الاصعب؟ غتقول لي عندي دار ديالي، لا دار باقا ماشي ديالك، دار ديال لابونك. باش تكون فاهم، السياره ديالي، لا السياره ماشي ديالك، السياره ديال لابونك. غتبدا كتقلب على واحد يشري من عندك الدار ولا يشري من عندك الطوموبيل ولا باش يحيد عليك الكريدي، وغتولي بايعها بارخص ما هي من قيمتها، غير كطلب داك السيد يفكك هذه باش انت ما تمشيش للحبس. اذا هنا شوفوا كيفاش كنتي واحد السيد جالس في امان الله، تا وليتي واحد السيد مريسكي بالحبس، وبانك تفقد الممتلكات ديالك، وبانك تفقد حتى عائلتك الا كنت مزوج وعندك وليدات. هذه مساله كتؤدي للتشتت الاسري، كتولي مشكل، كتولي المراه مشكله، كتولي حتى العائله ديالك ما كتبقاش ثقه فيك لان الخطه ديالك باءت بالفشل. هنا كيبدا واحد الانقسام عندك في العائله، كيولي صعيب انك تحافظ على العائله ديالك الصغيره مثلا مجموعه. تفهمنا؟ كتبدا انت كتفقد الثقه في راسك، كتبدا عندها عوامل نفسيه اخرى خايبه. لهذا باش تسمي راسك موظف بخير، كتاكل كتشرب هز راسك وامورك بخير ومنظم امورك، هذيك كتسمى وظيفه وانك تسعى ورزق ومزيانه. ولكن باش تقول لي انك موظف وبانك مورط من هنا ومن هنا وبان صاليرك ماشي ديالك، خاصك تفهم القضيه. فو كيولي صاليرك ماشي ديالك تما كتولي عبد. اما الا كان صالير ديالك انت ما كتولي حر مرتاح خدام بخير. اما ديك مساله العلاقه مع المدير ولا الوسط ديال الشغل وهذاك الشيء، هذيك الحياه لا تخلو من هذاك الشيء، من كدار، فهمتوا؟ الحياه ما كتخلوش من هذيك المشاكل، لانه حتى البيزنس مان راه ماشي حر ديال راسو ولا كلشي البروجيات ديالو هذه. انت راه بروجي ديالك، انت مصادع مع الدوله على الضرائب، انت مصادع مع الخدامه اللي عندك، انت هذا واحد باغي يشفرك، انت واحد الفورنيسور ديالك ديال السلعه ما كيجيبهاش لك في الوقت، ولا عطاك شي ديفو في السلعه وانت نطي صايبتيها للناس ولقاو فيها الديفو. انت نقولوا حتى هذه انت وليتي عبد، يعني وليتي عبد ديال الناس، وليتي عبد ديال لي كليون ديالك. لا، العبوديه ماشي هكا الاخوان، باش ما تفرطوش في المفهوم الصحيح. العبوديه هي اللي شرحنا دابا، هي انه كتولي الخلصه ديالك ماشي ديالك، ما تبقاش ديالك. نتمنى الاخوان الفيديو ما كنتش طولت فيه. الى عجبكم المحتوى كومونطيو، تابوناو، ديروا لايك، وراه غادي نلوحوا بزاف المواضيع مهمه، وكاين شي حاجه جايه في المستقبل احسن اللي فيها تغيير للناس، تغيير يعني ملموس، الناس غادي يدخلوا فيها وغيحسوا بتغيير ملموس ان شاء الله. تبارك الله عليكم.